تدخل حاسم وبلوك في منتهى الروعة. والكرة عند داني أولمو، بمروءة يتقدم الكرة، يجب أن تستغل. يا رب، هل شاهدتم كيف يسجل؟ انظر إلى المهارة، أي إسقاط، انظر إلى المسافة، أي ثقة يرجع فيها الكرة في الشباك. نشوف الهدف مرة أخرى، هجمة مرتدة سريعة ومنظمة، بعد ذلك النهاية الرائعة للكرة، عرف كيف يخدع حارس المرمى، حطها من فوق داخل الشباك. أمر طبيعي حقيقة من يوم إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا، وعلى الورق يعتبر الفريقين هم الأفضل في هذه المجموعة، واليوم يأتي الموعد لنشاهد هذا الصراع. فرصة لتسجيل التعادل. أوه، ياهي دراما في الملعب، ياهي إثارة اليوم. الرد يأتي سريعا لتعود القمة، لتعود المباراة إلى نقطة التعادل. نشوف الإعادة مشاهدينا متابعينا في اللقطة، تمركز سليم وبكل ثقة وهدوء يأتي الهدف من هذه المسافة، لا يمكن أن تضيع هذه الكرة. الفرحة الواضحة على المدرب مشاهدينا. إيرلينغ هالاند، والآن مع جريليتش، ممكن التقدم في هذه اللحظات. يا رب، مستحيل التسديدة. الله على هذه الروعة، على الطاير في الشباك. نشوف اللعبة مرة أخرى، عرضية ترسل بشكل ممتاز لتدخل الكرة في الزاوية القريبة من المرمى، وكان بالإمكان محاولة منع الكرة. سعادة واضحة على المدرب بهذا الهدف. نقل الكرة لازم يكون بشكل أسرع إيدرسون يتدخل، ولكنها يتصدى بكل سهولة. ركنية في المنتصف. يا سلام على كرة في المرمى. لايبزيج لا يستسلم، ينجح في تعديل الكفة والعودة للمباراة الآن. وهنا إعادة الهدف، ولتوضح كيفية جاء هذا الهدف. الخطأ في التشتيت أبقى الكرة في مناطق الخطورة، وبالتالي العقاب أتى سريعا والهدف يسجل في هذه اللحظات. اللاعب يفكر لا، والآن مع جريليتش، كان ممكن تنفذ الركنية بشكل أفضل. وفي المرمى هدف يستعيد التقدم في النتيجة مرة أخرى. نشوف الهدف من جديد، عرضية ترسل بشكل مثالي، والإنهاء الرائع هنا من جانب هالاند الذي يعرف كيف يضرب الكرة بالرأس بدقة عالية جدا. هدف في منتهى الروعة. ثلاثة أهداف مقابل هدفين، هدف وحيد يفصل بين الفريقين حتى الآن. هذه فرصة هدف. لحظاتهم، هذه متعتهم، هذه كراتهم. هدف آخر يوسعون به الفارق، هدفين في غضون لحظات ليست غريبة على هذا الفريق. شوف إعادة الهدف، مرور جميل من المدافع ثم انفراد في المرمى، وبالتالي لا يمكن إهدار مثل هذه الفرص في النتيجة. ضغط جيد واستعادة الكرة، وفرصة لابد من استغلالها. يا الله على هدف يقلص الفارق ويحبس الأنفاس. الآن هل يأتي التعديل؟ نشوف إعادة الهدف ونشوف كيف مررها. حلوة كانت الزميلة، بعد ذلك الإنهاء المثالي للكرة تحت ضغط كبير، لكن عرف كيف يتعامل معاه ووضع الكرة في الشباك.
الإحباط واضح. أوروبية. هدف يأتي في توقيت قاتل، رصاصة الرحمة في هذه المباراة، فارق الهدفين في هذه اللحظات، الفوز يقترب هنا. نتابع كرة الهدف مرة أخرى، ركنية لعبت بشكل سليم، وذهبت الكرة إلى أقدام دي بروين الذي لم يرحم حارس المرمى، وأرسل كرة صاروخية لا تصد ولا ترد، واستقرت المباراة بالتأكيد تنتهي وفوز يتحقق لمصلحة السيتيزنز الآن. نتيجة جيدة اليوم، تحقيق الانتصار بعد التعادل في المباراة الأولى يضع الفريق في موقف جيد.